علاش طائرات الدرون ديال الجيش المغربي دمرت 5 ديال الشاحنات الجزائريه اللي دخلت للتراب المغربي؟ وعلاش هاد الشاحنات دخلت للمنطقه العسكريه العازله الخاصه بالجيش المغربي؟ وشنو كانت هازه معاها؟ وشنو كان الهدف ديالها؟ وشنو هي ردة فعل النظام العسكري الجزائري اللي صيفط هاد الشاحنات المشبوهه باش تقتحم المناطق العازله؟ وكيفاش غادا تتعامل بعثه المينورسو مع هاد الحادث هذا؟ وشكون اللي غلط حسب قوانين الامم المتحده؟ مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات هاشتاغ سميع. معكم سفيان سميع. هذه 4 ايام طائرات الدرون المغربيه دمرت 5 ديال الشاحنات دخلت المناطق الحدوديه المغربيه، واللي هي مناطق عسكريه عازله خاصه بالقوات المسلحه الملكيه المغربيه. قبل ما نقول لكم علاش وكيفاش، نمشيو نرصدوا لكم اشنو قال اعلام النظام العسكري الجزائري على هذه الحادثه هذه. لتكون المغرب المحتل بهذا العمل الجبان قد ارتكب ثاني مجزرة في حق مدنيين أبرياء في أقل من سنة كان ضحاياها سابقا جزائريين وموريتانيين أيضا. القصف دمر أيضا 4 مركبات، 2 منهما من نوع هيليكس وسيارتين من نوع تويوتا. قال أن القتلى هما 3 ديال الجزائريين اللي ماتوا بعد ما تعرضوا للقصف المغربي في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني المغربي بطريقة غير مشروعة حسب القول ديالهم، ونشروا الأسماء ديال القتلى، ولكن بطريقة غبية جدا نساو أنه راه 5 ديال الشاحنات اللي دمرت ماشي 3، بمعنى شكون اللي كان صايق 2 ديال الشاحنات الاخرين؟ اولا كانوا صايقين راسهم وغاديين بوحدهم ولا كيفاش؟ ثاني حاجه، ومن شحال هادي ومن المشكل ديال القرقارات القوات المسلحه الملكيه المغربيه كانت قالت واكدت لكم انه ما بقات شي حاجه سميتها المنطقه العازله، لانه في الاصل هذه المنطقه العازله هي اراضي مغربيه كان مخليها الجيش المغربي الجانب الامني الخاص به. ثالث حاجه، ياك الاعلام ديال النظام العسكري الجزائري ومرتزقه البوليزاريو كتقولوا بشكل يومي انه راه كاينه حرب كبيره نايضه في هذه المنطقه العازله، وصدرتوا مئات البلاغات العسكريه في هذا الشأن هذا. ايوا علاش مصيفطين 5 ديال الشاحنات اللي هي شاحنات مشبوهه للمنطقه العازله او المنطقه اللي نايضه فيها الحرب او نايض فيها الصراع حسب القول ديالكم وحسب البلاغات اللي كتنشروا يوميا؟ فهاد الشاحنات المشبوهه اللي تم تدميرها من طرف القوات المسلحه الملكيه المغربيه هي شاحنات مشبوهه 100%. وغادي ناكد لكم علاش ان هاد الشاحنات مشبوهه بالادله والبراهين. الدليل الاول هو انه الى رجعتوا معايا الاتصال الهاتفي اللي دار بين الملك محمد السادس والامين العام للامم المتحده انطونيو غوتاريس في 13 نوفمبر من سنه 2020، واللي كان قال الملك الغوتاريس بالحرف انه الى شفنا اي تهديد شرق الجدار الامني غادي نتعاملوا معاه بجديه وبما يلزم، بمعنى ان هاد 5 ديال الشاحنات المشبوهه كانت كتشكل تهديد للعناصر ديال القوات المسلحه الملكيه المغربيه اللي هي مرابطه على الحدود. زائد ان الجيش المغربي راه ماشي دري صغير وكيعرف يفرق بين المدنيين والمسلحين والاشخاص اللي كيشكلوا تهديد حقيقي على الحدود المغربيه. ثاني دليل ان طائرات الدرون والاقمار الاصطناعيه اللي كيتوفر عليها المغرب راها متطوره جدا، راها كتنقل الصور القواعد العسكريه لجميع الاشياء اللي رصدتها على الحدود بالتفاصيل الكامله. وانا متاكد ان طائرات الدرون صورت وسجلت جميع التفاصيل على شنو كانوا هازين هاد الشاحنات قبل ما تعطاها التعليمات والاوامر باش تقصف وتدمر هاد الشاحنات هادو. ثالث دليل هو ان المغرب ما يمكنش يغامر ويقصف مدنيين غير هكاك، لانه عارف ان بعثه المينورسو كاينه في المنطقه وحتى هما غاديين يجيو يحققوا في الحادثه وغادي يرفعوا تقرير للامم المتحده بجميع الادله والصور. رابع دليل على ان هاد الشاحنات كانت مصدر تهديد على الجيش المغربي في المنطقه هو انه من طائرات الدرون المغربيه قصفت هاد الشاحنات ناضوا المرتزقه ديال بوليزاريو ناضوا كيجريو بسرعه كبيره وبغاو يوصلوا هما الاولين لمكان الشاحنات اللي مدمره، ولكن طائرات الدرون المغربيه والجيش المغربي منعوهم من الوصول للمنطقه اللي تم فيها تدمير هاد الشاحنات. وهنايا غادي تقول لي علاش عناصر بوليزاريو بغاو يوصلوا هما الاولين لهاد الشاحنات اللي مدمره؟ اشنو الهدف ديالهم باش يوصلوا هما الاولين؟ الجواب بكل بساطه هو انه بغاو يجمعوا جميع الادله اللي كتثبت بان هاد الشاحنات هي شاحنات مشبوهه وانها ماشي شاحنات الاغراض
لأغراض مدنية وإنما لأغراض عسكرية، حيت كون وصلوا عناصر ديال البوليزاريو لهاد الشاحنات قبل ما يوصلوا ليهم ممثلي ديال بعثة المينوسو غادي يمحيو جميع الأدلة ويحيدوا جميع الوسائل ديال الإثبات بأن هاد الشاحنات هي شاحنات مشبوهة. ولكن عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية كانت ذكية جدا ومنعات عناصر البوليزاريو باش ما يوصلوش لهاد الشاحنات هما الاولين، حتى يوصلوا ممثلي بعثة المينوسو هما الاولين ويجمعوا جميع الأدلة اللي كتثبت أن هاد الشاحنات هي شاحنات كان عندها هدف عسكري وهدف مسلح ضد المغرب. وهنايا لا النظام العسكري الجزائري ولا جبهة البوليزاريو غادي يقدروا يحلوا فمهم أمام الأمم المتحدة، لأن جميع الأدلة غادي تكون ضدهم، لأن الجيش المغربي ما غاديش يخسر عليك قرطاسة ولا قنبولة ولا صاروخ ديال الدرون غير هكاك وغير فابور باش يقتل المدنيين اللي ما عندهم تذنب. فالجيش المغربي ملي كيقصف كيعرف مزيان اشنو كيقصف بالضبط وكيقصف بالقواعد وعارف اشنو كيدير مزيان، لان بعثة المينوسو ملي غادي يجيو يحقوا في هاد الشاحنات المشبوهه اولا غادي يلقاو ان هاد الشاحنات دخلت للتراب المغربي ودخلت للمنطقه العازله اللي كيعتبرها الجيش المغربي بالمنطقه العازله واللي ممنوعه على المدنيين. ثاني حاجه غادي نلقاو ان الشاحنات محمله يا اما بالاسلحه يا اما بمتفجرات يا اما بقنابل يا اما باشياء اللي غادا كتستهدف القواعد العسكريه المغربيه في المنطقه. ونفكركم انه كما وقع في المره اللي فاتت فاش ناض النظام العسكري الجزائري كيبكي وكيقول ان الجيش المغربي راه قصف شاحنات جزائريه مدنيه وقتل الجزائريين، وفي الاخير اكد التقرير والتحقيق ديال بعثه المينوسو اكد العكس تماما، واكد ان الشاحنات الجزائريه ما عندهاش الحق انها تدخل المنطقه العازله واعطى ادله انها شاحنات غير مدنيه. وكما تابعتوا كان التقرير ديال بعثه المينوسو تقرير صادم للنظام العسكري الجزائري اللي من وراها سكت وضرب الطم. وحتى في هذه الحادثه هذه ملي بعثه المينوسو غادا تنشر التحقيق ديالها النظام العسكري الجزائري غادي يضرب الطم وغادي يسكت عاوتاني لانه عارف شنو كاين. كيفاش نتايا مصيفط ليا 5 ديال الشاحنات مشبوهه ومدخلهم ليا لبلادي والمنطقه اللي كيتمركز فيها الجيش ديالي وبغيتيني ما نقصفهمش وما نقربش ليهم نهائيا؟ شكون انت بالسلامه؟ وعلاش مصيفط مرتزقه البوليزاريو كيجريو بسرعه باش يحيدوا الادله بعد تدمير هاد الشاحنات هادي؟ زائد حاجه اخرى اللي هي مهمه ومهمه جدا، راه حنا كنتكلموا على 5 ديال الشاحنات، راه ماشي سهله. هاد 5 ديال الشاحنات الا كانوا عامرين متفجرات راه كانوا غيديروا كارثه كبيره كون وصلوا للقواعد العسكرية المغربية في المنطقة العازلة. حاجة أخرى أن هذه الحادثة وقعت مباشرة بعد يومين من خرج زعيم عصابة البوليزاريو كيهدد في وحدة من المؤتمرات ديالهم أنهم غادي يزيدوا يصعدوا من الهجمات ديالهم ضد المغرب. في المقابل هذا الشيء كامل اللي واقع المغرب لحدود الساعة ولحدود تسجيل هذه الحلقة هذه ما خرج حتى شي بلاغ أو تصريح رسمي حول هذه الواقعة هذه، يعني الدق والسكات. من جهة أخرى كنشوفوا الإعلام ديال النظام العسكري الجزائري كيهيج في الشعب ديالو وفي المؤسسات